هيا اخرج بسرعة قبل أن أستدعي لك الحراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. استحى الإمام أن يخبر خادم المسجد بشخصيته. لم يكن له إني أنا الإمام الشهير أحمد بن حنبل. خشي أن يتهم بالتكبر والاستعلاء، وهذه شيم الكبار من العلماء. تفضل بالخروج. على رسلك يا بني، أنا في عمر والدك. والدي ليس مجادلا مثلك، أرهقتني وأضعت وقتي. سالم، ما لك تصيح غاضبا هكذا؟ هذا الرجل أصر على المبيت في المسجد، يدعي أنه غريب وليس له مكان يبيت فيه. أهكذا يا سالم نعامل ضيوفنا؟ المسجد ليس بيتي لأستضيف فيه أحدا، خذه أنت إلى بيتك إن شئت. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تؤاخذه بما فعل. سبحان الله، أتدعو له بعد كل ما فعله معك؟ هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كان يدعو لقومه رغم ظلمهم له. كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يبدو أنك رجل صالح. من أين جئتنا؟ من بغداد. وليس لك أحد في الشام؟ لي الله وحده. ونعم بالله. تعال معي، ستبيت الليلة في داري. في دارك؟ نعم، سأعمل بنصيحة خادم المسجد. أنت ضيفنا، وواجب على المضيف إكرام ضيفه. الخباز الطيب أخذ الإمام أحمد إلى داره، ولم يكن يعلم أنه هو الإمام الشهير أحمد بن حنبل. العشاء يا ضيفي العزيز. كل هذا الطعام؟ إنه قليل وبسيط، بعض اللبن والجبن والعسل مع الخبز الذي أصنعه بنفسي في مخبزي. بارك الله لك في منزلك ومخبزك. هل تعيش هنا بمفردك؟ نعم، منذ تزوجت ابنتي وسافرت مع زوجها، ثم ماتت زوجتي وتركتني وحيدا. رحمها الله. أعددت لك الغرفة الداخلية للنوم، وإذا أردت شيئا فعليك أن توقظني فورا. ولكنك حتى الآن لم تسألني من أنا، ولا لماذا جئت إلى هنا. هكذا علمنا ديننا الإسلام الحنيف، نكرم الضيف ولا نسأله حتى 3 أيام من إقامته عندنا. يبدو أنك على علم بشؤون دينك. أجتهد في تحصيل العلم قدر ما أستطيع. أعرف أن طلب العلم فريضة عين على كل مسلم، وأؤديها مثل بقية الفرائض من صلاة وزكاة وصوم. أكثر الله من أمثالك، وتقبل منك طاعتك وعبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،